السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هتكلم على شوية حاجات مش بحبها هنا في ألمانيا. أول حاجة إن أنت مثلا الحياة هنا سريعة جدا، اليوم بيجري. تمام، أنت مجرد إن أنت تروح الشغل مثلا، مع إن الشغل بيبقى 8 ساعات بس، فأنت مجرد إنك رحت الشغل ورجعت عملت مثلا حاجة تاكلها فكلت كلمت مثلا أهلك في مصر، خلاص كده شكرا، اليوم تقريبا طار. تمام، فلو انت عايز تعمل حاجة تانية او تفكر تخرج او كذا او كذا، لا، مش هتبقى متاحة الا في ايام اجازتك بس. تمام، دي حاجة ان اليوم سريع جدا. تاني حاجة ان السوبر ماركتات كلها تقريبا بتقفل الساعة 8 بالليل. ف8 ده بالنسبة لنا احنا كمصريين مثلا، احنا عندنا المحلات ممكن تانية لحد الساعة، ممكن التانية فاتح 24 ساعة او لحد الساعة 2 او 5 الفجر او كذا او كذا. ده مش موجود هنا. بس هنا ممكن تلاقي شوية مطاعم، بس المطاعم اللي هي بتاعة الأكل اللي هو الجاهز ممكن تلاقي بعضهم مفتوح. تمام، ده اللي ممكن يفتح لوقت متأخر. تمام، لكن انت لو عايز تشتري حاجة من السوبر ماركت، فلو ما اشتريتش قبل الساعة 8 فانت خلاص كده تمام. طيب، تالت حاجة ان هنا في ألمانيا مفيش اجتماعيات، هم زيرو اجتماعيات. فانت لو مش بتحاول ان انت تتواصل مع اصحابك، مثلا لو ليك اصحاب هنا في ألمانيا في مدن تانية وبتتواصل معاهم وتقابلهم مثلا او تروح لهم هم يجولك، فانت لو ما عملتش الحاجات دي فانت خلاص كده انت مش هتعرف، يعني هتلاقي نفسك عايش لوحدك. تمام، ما عملتش ده ومثلا بدأت تبص مثلا ان انت في مدينة معينة، لو في مدينة كبيرة بتلاقي في تجمع كبير للمصريين او للعرب، فتبدأ تشوف مثلا بيعملوا على فكرة ايفنتات. تمام، اللي هو مثلا يروح ياكلوا في مطعم مرة، يتقابلوا مثلا في بارك، يعملوا مثلا اي ايفنت، يعني ممكن يلعبوا كورة ايا يكن هنعمل ايه. بس فبتلاقي ان في تجمعات للعرب او المصريين كمان في المدن الكبيرة. فحاول تشوف الحاجات دي وتروحها عشان ما تحسش ان انت لوحدك او كده. تمام، وتبدأ تحس ان يعني ما يبقاش في روتين، تكسر الروتين بتاعك، يبقى في تغيير شوية. تمام، وتقابل ناس شبهك من بلدك وتحب تتكلم معاهم وهتلاقي نفسك مستريح شوية. فدول كانوا الثلاث حاجات اللي حبيت اكلمكم عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.